لا 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 لا، عندما هجوم. هو مين؟ انا ما بنفذش قرار سياسي، انا بنفذ قرار عسكري. ما انا اقصد انا بنفذ قرار عسكري شيء وقرار سياسي شيء. قرار عسكري هيتحمل مسؤوليته راجل فاهم، انما راجل سياسي مش فاهم. انت الان على خلاف مع القائد العام ومع ذلك اصدر اليك امر بتطوير الهجوم. قمت بتطوير الهجوم ابتداء من 13 اكتوبر فحدث. هو المسؤول الاول، هو المسؤول الاول عن تنفيذ هذا. يعني انت تبرئ ساحتك من المسؤوليه اطلاقا؟ طبعا طبعا. وكذلك تبرئ ساحه القاده التابعين لك طبعا بعد ذلك. طبعا. المسؤوليه محصوره في اثنين لا ثالث لهما، السادات واحمد اسماعيل، لان هو نصه سياسي ونصه عسكري. انما لا انا ولا قائد الجيوش يعتبر مسؤول، والا بنحض القاده على انه ما ينفذوش الامر بتاعت القاده بتاعتهم. يبقى كل واحد الامر اللي يعجبه ينفذه واللي ما ينفذوش ما يعجبوش اطلاقا. يعني في الاول والاخير انت تقول رايك لكن تنفذ ما يطلبه منك القائد العسكري. بالضبط. وهذا ما حدث. وهذا هو ما حدث، وهذا هو التقليد العسكري، ان لك ان تبدي رايك بصراحه تامه في مرحله الايه؟ الحوار. اما عندما نصل الى مرحله القرار فيجب ان يلتزم كل شخص بتنفيذ القرار وبنفس الحماس الذي كان يعارضه، والا يبقى فوضى، ما يبقاش جيش، ما تبقاش قوات مسلحه. نعم. معنى ذلك انكم كعسكريين قمتم بتطوير الهجوم وانتم لستم على قناعه لا بالخطه ولا بنجاحها. صحيح تماما كده. وهذا ما ادى الى كارثه طبعا الثغره. كانت فرقه شارون بالكامله موجوده. فرقه شارون مكونه من لواءين مدرعين. يعني شارون في كل بلوى له وجود. يعني في كل حدث في مواجهه ما بين العرب سواء على لبنان او فلسطين او حتى مصر، شارون كان موجود. كان موجود بس ما نجحش. ده كانت المهمه بتاعته هو احتلال الاسماعيليه، فلم ينجح في الوصول الى الاسماعيليه. ولواء مظلات وكتيبتين صاعقه وقفوا فرقه مدرعه اسرائيليه. ده شيء لازم يتكتب في الكتب كدرس من دروس عظمه الدفاع المصري. تفتكر قاده المظلات والصاعقه الذين استطاعوا ان قائد لواء المظلات كان اسمه اسماعيل عزمي، وقائد الصاعقه يعني كان فيهم بعض ناس اذكر اسمه اسامه. اهلا بكم. هرجع لنقطة مهمة. قابلت باستبسال واضح قوات شارون. كيف كانت المعركة؟ المعركة كنت بشرح لك ان كان في ناس بتعدي علينا كتير. نعم. وكان قدامنا في غيط بيسموه دخن اللي هو الذره العويجه. نعم. وكان في شجر مانجا بس مش كتير شمالنا ويمنا، واحنا كنا موجودين في قريه اسمها ابو عطوه. طبعا على الاسماعيليه 2-3 كيلو. معروفه. نعم. فبالتالي العادي طول النهار وطول الليل بيعدي علينا ناس جايين هربانين جايين خلال القوات الاسرائيليه الموجوده قدامنا. فمصدق طبعا ما فيش مقرب القوه بيني وبينه، لا طبعا ده شارون لو قابلنا في ارض مفتوحه وبمواجهه مخططه
مش هيهزمني، هينفخني. فرق القوه يعني مهول. معاه عمليتين، 2 مجموعه عمليات. نعم. مجموعه عمليات فيها 2 لواء مدرع، واخد بالك، ولواء مظلي. دي مجموعه شارون. والمجموعه الثانيه شرحه 2 لواء مدرع ولواء مشاة وانت ميكانيكي. حضرتك كان معاك كل اقل من لواء، كل قوتي وانت اقل من صاعقه. لواء. بالمناسبه الصاعقه انا احب اوضح للمشاهد ان الصاعقه قوات هجوميه وليست قوات دفاعيه خالص، مش شغلتنا. مش شغلتنا. نعم. تمام. فبالتالي اللي بقصد في الاخر ان شارون هو قادر على هزيمته، ولكن بالورقه والقلم. وبالورقه والقلم. انما ربنا اراد ان يحدث ما يحدث بفضل الرجال الموجوده. عملت ايه؟ عملت ايه؟ الناس بتعدي عادي، واخد بسيادتك. جينا بادئ زي بدء قبل الهجوم بتاعه المركز. طبعا الطيار كان بيضرب، ضرب الكباري اللي ورانا اللي قطع خط مع الاسماعيليه وغيره. وبعدين سمعنا اللي هو طول الليل قبل الهجوم صوت جنازير، دبابات. صوت الجنازير مزعج، واخد بالك، وخصوصا بالليل في سكون الليل. بالنسبه للقوى الموجوده عند اخواتنا، انا يعني افراد صخر ماشي على رجليه معاه بندقيه وار بي جي كده يعني. فطبعا الموضوع كان اكثر من مزعج. عايز اقول لك مخيف كمان. كويس. انا استشعرت هذا الوضع، رحت لقائد الجيش، رجل محترم وعظيم يعني، طلبت منه مدرعات. مدرعات ايه؟ كل عندنا قلت له ما في دبابه ومدفع اس-100. مدفع اس-100 ده مدفع ذات الحركه بالجنزير برضه. قال لي ده موتوره عطلان والثانيه برج بتاعها عطلان. طب دي عربيات مدرعه، اداني عربيتين على لما يرجعوا. انا بديك مدى اللي موجود. انا ذاتي مفيش خالص يعني. خدت العربيتين مدرعتين ورحت بيهم، ده بنفسي رحت بيهم هناك. الدنيا ضلمه بالليل، مصدق، بالعربيتين ما همش حتى حاجه غير الجرينوف اللي عليهم. بنجري جانب الجنزير رايح جاي ورا القوات يعني العساكر بتوعنا، وبصوت رجاله دباباتنا جت. تمام. قد يكون هو اخطا اخر، وفي من عندنا دبابات الله اعلم، لان استطلاعه طبعا بيستطلع. بتقول الطيران ساكت فين؟ لا، ده عنده طيران وبيضرب فيها طول النهار وعنده عيون وعنده كل حاجه، فبالتالي عارف قدامه ايه. تمام. طبعا قدامه مش داري بيه كويس جدا. ليه؟ لان احنا اصلا موجودين بين مزروعات وبيوت فلاحين. طبعا بقت مدينه دلوقتي ابو عطوه. نعم. ولسه الدبابات المحرقينه موجوده الى يومنا هذا. نعم. عاملين لها معرض هناك. نعم. فالغرض اللي حصل بعد كده ان هم الناس بتعدي، بقول لك في الفجر وفي اي وقت. اعتقد كان عددهم 15 دبابه هم، اعتقد. بالظبط. لا، هو شوف بقول لك، هو بدون مبالغات او اي حاجه زي كده. وده ممكن نتكلم اسرائيل عملت ايه لغايه من 3 اشهر فاتوا بخصوص الموضوع ده برضه. استدعوني هنا في المخابرات بخصوص الموضوع ده برضه. هو ساعتك بيدوروا على جثتين لحد دلوقتي. جثتين. أنا سمعت الكلام ده. لا انا بينما احنا قتلانا في عتليت وقتلانا ما بعد ذلك في معركه ابو عطوه اللي حضرتك كنت قائد فيها. اعتقد قتل الاسرائيليين الاسرى الموجودين. بالزبط. فالغرض الناس سمعوا الجنازير وغيره، وبعدين بعد كده طبعا روحنا الناس دي حوالي 3 صباحا. تمام. انما الناس حسوا الناحيتين، احنا وهم، ان احنا عندنا جنزير احنا كمان. طبعا في فرق بين جنزير الدبابه وجنزير مدرعه. تفرق كتير يعني. الثاني الجنزير حوالي 60 سم والثاني ده مفهوش يعني بتاع 25 30 سم. وبعدين في سكون مع طلوع اول ضوء، الدخن ده بتهز بكميه كبيره قدام الناس رجالنا بتوعنا. وبعدين اخطا واحد، ده سبب نجاح المعركه لعلمك. اسرائيلي فتح جهاز لاسلكي ويتكلم عبري. اتضح ان ده له المظلات بتاع شارون. بادي الهجوم بيفتح قدامه الطريق عشان مدرعات، عشان دبابات الطرق نفسها اللي هناك صغيره بحيث ما تسمحش يفتح دبابات بمواجهه. نعم. تمام. فبيفتح بيأمن. فنطلع الايه؟ الضابط الصغير ملازم اول سمع صوت البتاع ده، يهود يهود يهود، اضرب اضرب. تمام. سمعنا صرخات الناحيه الثانيه، واخد بسيادتك، ولا اجابه. خد بالك من لا اجابه. يعني ايه؟ مفيش مقاومه. لان الثاني راح فوجئ. اللي هو قائد المظلات اللي جاي الله اعلم كانت كتيبه ولا ليه، ولا ما قدر انا ذاك. ده من اليهود. من اليهود اللي خدوا منهم حوالي 120 150 واحد. 120 و150. ايوه، لانه انضرب على مسافه ايه؟ 25 متر. وانضرب مش انضرب
بقى كل المتاع ذخيره ذخيره ذخيره، هو كلمه ذخيره اربجي ونار، كل اربجي ونار. لا لغايه دلوقتي رصاص بس، لان مش شايفين حاجه غير الافراد بس. نعم. انتهت الجزء الاول من هذه المعركه، طلعوا يجروا، دخل بالدبابات. تمام. زي ما قلت لك الدبابات، المكان بتاع ابو عطوه ده في بيوت والكلام ده كله، فمضطر ان هو يمشي في شبه قول. لو تروح كان الدبابات كانت محروقه وصاره موجوده، كانوا موجودين في مساحه بتاعت 200 متر حاجه زي كده. افراد رجاله زي الحديد معاهم الار بي جي ماركه 7 حاجه قد كده، مفيش خالص، بيضرب من مسافه قريبه جدا، الطلقه مصيبه تماما. ولع اللي موجود جوانا 7 دبابات اللي انضربوا قدام الخط من قائم 12 وقائم 20 قدام الخط اللي قدامنا، خط امامي. توقف الهجوم. تمام؟ ليه؟ مش قادر يعدي بعد كده. الدبابات اللي اتحرقت عندنا واتحرقت قدامه محتاج يشيلهم، واخد بسيادتك؟ اتجه ناحيه نفيشه بطيران. وقعتوا كام دبابه تقريبا؟ المؤكد 20. تمام؟ اللي في ارضنا بقى اللي تلمسهم يعني بايدهم 7. تمام؟ بجثثهم. نعم. ودول لهم قصه اخرى بحكي لك بعدين. لكن انتوا قد ايه قاتلوا على الجثث دي؟ استبسلتوا عشان خاطر ان ما يقدروش يدخلوا ما يقدرش، خلاص تهيألي انسحب. طريقه ما انسحبش. ده احنا شايفين بعض لغايه وقفه داخل النيران، ولغايه ما جه البوليس الدولي، وتلك قصه اخرى حبيت تسمعها. فضلتوا تضربوا على بعض؟ ابدا. حصل وقفه النيران واحترم. من قبل شارون ومن قبل. تمام. هو الموضوع ببساطه شنيعه، حصلت الثغره كما يشتهي. اللي مكتوب في الكتاب ان شارون ده هو كان بيضغط على القوات اللي على حي بارليف ورزق وغيره، ان هو الثغره عشان يجيب قوات ويدخل وتستمر المعركه. وقد كان قالوا له ايه؟ قالوا له لن نغامر بثغره في قوات مصريه عندها احتياط. لو طور الهجوم هننفذ. مع تطوير الهجوم كان في وقف اطلاق نار؟ لا ابدا. مع تطوير الهجوم كان في ثغره، يعني طور الهجوم وانضربت قواتنا. انضربت ليه؟ لسببين. خرجت من حائط بتاع الطيران ده نمره 1، وكمان كان قدامنا هم مجهزين حاجه اللي احنا بنسميه خطوط صد دبابات، بصواريخ مضاد الدبابات. صحيح. يعني فشل. طيب. طبعا في اسباب عند السادات انه كان بيعمل الكلام ده لصالح سوريا والى اخره، انما ايا كان واخد بساتك سبب الثغره هي الحته دي بالذات، الجزئيه دي، ان الدبابات اللي المفروض انا عايز ارجع تحمي ظهرنا واللي هي لو حصل حاجه تدمرها، تمام، عرض ظهرك، مشيت، فبالتالي الاسطاع بتاعه. ولعلمك قبل كده طلعت طياره امريكاني اللي هي بتطير على كذا كيلو فوق بتاع، وقالت ورسم ادته اوضاع قواتنا بالدبابه، هنا في ايه وفي ايه.